زمان كانوا يقولوا في الأمثال إن الصاحب ساحب، وطلع كمان إن الحاجب ساحب. تحلب. أنا سامية صبري في برنامج عس مرتقال. يسعد مزاجكم. كل شوية نفضل نغير في شكل حواجبنا، مش مريحين نفسنا أبدا. في منهم ممثلات مشهورين فضلوا يتابعوا الموضة من سنة لسنة، وفي ممثلات فضلوا يفضلوا بشكلهم الطبيعي وما غيروش حاجة أبدا. ونبدأ رحلتنا في الخمسينات. كان في الخمسينات مشهور شكل الحواجب المقوسة قوي كده، وكان أكتر ممثلات مشهورين باللوك ده الممثلة شادية وأيقونة الجمال مارلين مونرو. وفي الستينات خففنا التقويصة سنة وقلنا بدل ما هي مقوسة قوي كده خليناها على مستقيم أكتر. ومن أكتر الممثلات المشهورين باللوك ده كانوا الممثلة ماجدة وصوفيا لورين. في السبعينات اكتشفنا قلم الحواجب بيدي مظهر محدد أكتر للحواجب وكثيف. ومن أكتر الممثلات المشهورين باللوك ده سندريلا الشاشة سعاد حسني. والتمانينات زهقنا بقى خالص، قلنا نسيب شوية حواجبنا على طبيعتها ونريح روحنا شوية. وكانت الحواجب كثيفة وطبيعية ما فيهاش لعب، مش لاعبين فيها. كان أكتر حد مشهور باللوك ده شيرين سيف النصر وجيهان نصر. وفي التسعينات قلنا نحط تاتش بسيط كده، اللي هو من قدام تخين ومن وراء على رفيع شوية، يعني ما عملناش مجهود كبير، بس لازم التغيير. وبعدين هبت علينا الألفينات بفكرة التاتو الغامق العريض الأسود. مش عارفة كنا بنعمل كده ليه في نفسنا. وبعدين تطورنا شوية وقلنا نعمل حاجة يعني طبيعية أكتر، فطلع المايكرو بليدنج. طبعا هو شكله أفضل بكتير وطبيعي، بس المشكلة فيه إنه هو لو ساح على بعضه مش هيفرق كتير عن التاتو. وده اللي أنا عملته، رحت عملت مايكرو بليدنج، أخد بقى قهوة وساح كله بقى تاتو، ولونه غير مع الوقت. وللأسف اضطريت أروح أشيله، وبقالي سنة بشيل فيه، ولحد الآن ما راحش 100% الآثار التاتو القديم، بس almost يعني بنسبة كبيرة. لسه فاضل لي 1 session 2 sessions عشان أشيله. بياخد وقت وبيوجع علشان أرجع للمنظر الطبيعي تاني. بعد كل الهري ده رجعنا لللوك الطبيعي تاني، اللي هو دلوقتي في 2024 أكتر الممثلات رجعوا تاني لللوك الطبيعي. بنسرح حواجبنا على فوق وبنسيبها بالمنظر الطبيعي. اللي كان عامل تاتو شالوا وفضلوا إن هما يسيبوا شكلهم طبيعي من غير أي تعديل. ومن أكتر الممثلات المشهورين باللوك ده طبعا الممثلات الأتراك، حواجبهم تجنن. كانوا أكتر سبب في إني أنا شلت التاتو اللي أنا كنت عاملاه. ومن الممثلات المصريات في عندنا سلمى أبو ضيف وفي هدى المفتي، يجننوا حواجبهم تجنن. وبعد ما لعبنا كل الألعاب
ورسمنا حواجبنا على العالي وعلى الواطي ورفعنا وتخنا وهببنا، برضو يفضل الجمال الطبيعي هو الأرقى والأحلى والأرق. يعني فعلا سبحان الله لما بنلعب في حاجة بنبوظها. فدايما الشكل الطبيعي هو اللي بيبقى أنعم. لما بنيجي نغير بيبقى في يعني ما بيبقاش نعومة الوش زي الأول. فالطبيعي يكسب يا بنات، الطبيعي يكسب. اخد شفطة بالله. اشوفكم في سبرتاية جديدة، ودايما بالكم رايق، واتمنى انكم تتابعوني على قناتي على اليوتيوب، تيك توك، انستجرام وفيسبوك. مع السلامة.